قصة غريبة جدا، بنت تقتل أبوها وأمها عشان رفضوا العريس، والمفاجأة لما راحت تقول لحبيبها: أهلا بيكم في قناة حكاية ورا كل باب. كل باب له حكاية، وكل حكاية ممكن تكون درسك في الحياة. قصة النهاردة مش قصة حب، دي قصة جريمة بشعة ارتكبتها بنت في حق أغلى ناس، أهلها. كل ده علشان شخص كانت شايفاه حب حياتها، وأهلها شايفينه طريق نهايتها. سلمى بنت عندها 21 سنة، من أسرة بسيطة في مدينة المنصورة. كانت وحيدة على أمها وأبوها، تربت على الأدب والبيت والتعليم. لكن في يوم وهي رايحة الدرس في الكلية، اتعرفت على شاب اسمه كريم. شكله حلو، كلامه معسول، لكني كان معروف بسوء سلوكه، بيشرب وعلاقاته كتير. أولها كانت معجبة، وبعد فترة دخلوا في علاقة حب، وأول مرة تقول لأهلها إنها عايزة تتجوز كان هو. لكن هنا كانت الكارثة، أبوها رفضه تماماً وقال لها بالحرف: الولد ده مش محترم، مش هجوزك لحد يضيعك. وأمها كانت خايفة عليها من أي فضيحة، خاصة إن الناس في المنطقة عارفين سلوك الشاب ده، وإنه تعرض قبل كده للضرب من أهل بنت تانية بسبب فضيحة. لكن سلمى ما سكتتش، وبدأت تتمرد وتغيب عن البيت وتتكلم معاه بالساعات. وفي مرة رجع أبوها شاف رسايل بينهم على الموبايل، وقام شخط فيها وقال: انسي الأدب، ولو شفته تاني هتقطع علاقتي بيكي. وكان الرد صادم. في ليلة هادية كان أبوها نايم، وأمها بتشاهد التلفزيون في الصالة. سلمى طلعت المطبخ وخدت سكينة كبيرة ودخلت على أبوها وطعنته في قلبه وهو نايم. صوت صرخة الأب خلي الأم جريت علشان تشوف حصل إيه، لكنها اتفاجئت ببنتها بتغرز السكينة فيها هي كمان. الأم فضلت تستغيث، لكن بنتها ما سابتش فيها روح. قتل متعمد بإيد بنتهم الوحيدة. ولما راحت كريم خاف منها